نجاتي ششماز محبوب الأتراك والعرب، وصاحب أطول سلسلة في تاريخ الدراما التركية، والشخص المنافس للكثير من النجوم. يعتبره الكثير شخصية سياسية على الرغم من كونه فنان، حيث تربطه علاقة قوية بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعدد من كبار الدولة. دعونا نتعرف عليه. ولد الفنان الكبير نجاتي ششماز في 15 من ديسمبر عام 1975 في محافظة الأزيغ بتركيا، واسمه الحقيقي محمد نجاتي ششماز، وينتمي إلى الديانة الإسلامية. وقد تربى في بيت عرف بوضعه المادي جيد، حيث كان يعمل والده بمنصب نائب مدير التعليم، واسم والده عبد القادر ششماز، واسم والدته ساهيل ششماز. ولديه شقيقان هما الكاتب راجي ششماز والمخرج زبير ششماز، وهو الأكبر بين أشقائه. بدأت المخاطرات والمغامرات في حياته منذ صغره، ففي صغره كانت تمر تركيا بمشاكل داخلية، وقد تعرض منزله لتفجير بقنبلة في إحدى المرات، ولكنه بفضل الله تعالى نجا هو وأخوه من ذلك الانفجار بفارق ثواني قليلة من الموت. فمن هوايته الطبخ، وأكثر وصفة يحضرها هي الكباب، كما أنه لاعب شطرنج ممتاز، ويحب الشاي كثيرا، وأيضا يحب السباحة وركوب الخيل ومشاهدة القصص الخيالية، ولكنه لا يحب كرة القدم ولا يشجع أي فريق. كما أنه يحب رياضة التكوان، وقد أخذ فيها الحزام الأصفر، وأيضا حبه للموسيقى الصوفية، كما يعرف العزف على الكثير من الأدوات، وأيضا حبه لاكتشاف الأماكن وقيادة السيارات بسرعة كبيرة. ولكن حبه هذا كان سيودي بحياته، ففي عام 2014 تعرض لحادث سير تسبب على أثره بكسر في فكه السفلي، وقد تم إجراء له عملية. كما أيضا حبه في كتابة المؤلفات، حيث قام الممثل بكتابة أول كتاباته وهو في عمر 15، حيث كان الكتاب بعنوان العشق. بعد أن أنهى دراسته الثانوية في محافظة الأزيغ، قرر السفر إلى جورجيا من أجل إكمال تعليمه لدراسة السياحة والفنادق، حيث سمى رحلته بتجربة الرجل المجنون، ولكنه لم يوفقه الحظ بسبب عدم إتقانه للغة، حيث قرر العودة إلى وطنه، وقد مكث لأشهر قليلة. وبعد ذلك قرر السفر إلى كندا، ومن ثم سافر إلى الولايات المتحدة ليستقر هناك. عند وصوله إلى الولايات المتحدة بدأ بالبحث عن العمل على الرغم من عدم إتقانه اللغة الإنجليزية، وقد عمل بالفعل في شركة لصنع الملابس في قسم التغليف. ثم بعد بضعة أشهر قام بشراء منزل له في مدينة فيلادلفيا الأمريكية، وقد استقر فيها 5 سنوات. فكان لقبه في أمريكا رجل التفاصيل، حيث كان يخوض كثيرا بالتفاصيل. كما أنه كان يريد الذهاب إلى مدينة ميامي الأمريكية من أجل افتتاح فندق له، ولكنه عاد إلى تركيا وشارك مع عائلته مخططاته. وبعد فترة اشترى تذكرة طيران من أجل العودة إلى الولايات المتحدة، ولكن في يوم عودته في 11 من أيلول عام 2001 حجزت تذكرة سفره إلى العودة إلى الولايات المتحدة، وذلك بسبب الحادث الذي شهده العالم في ذلك اليوم، حيث تم استهداف برجي التجارة. وقد كان هذا اليوم الذي قلب مخططات نجاتي، ولكنه لم يعلم أن هذا اليوم الذي سيغير مجرى حياته. وبعد إصرار عائلته وأصدقائه بإقناعه بالتراجع عن فكرة السفر إلى الولايات المتحدة، وخاصة بعد قتل أحد أصدقاء المسلمين بسبب العنصرية بعد أحداث 11 أيلول، وخصوصا من كان اسمه محمد، حيث وافق بالفعل بعدم العودة إلى الولايات المتحدة نهائيا، وقام ببيع جميع أملاكه هناك. وبعد ذلك قرر الاستقرار والعيش في أنقرة، وقام بافتتاح وكالة تأمينات هناك. وفي تلك الأوقات كان عثمان سيناف وأخوه راجي يحضران لمسلسل وادي الذئاب، حيث قرروا إعطاء نجاتي هذا الدور، وقالوا أنه الرجل المناسب لهذا العمل، حيث قام أخوه راجي بإقناعه بالقيام بدور البطولة مراد علمدار، وقام بإعطائه مدة شهر من أجل التفكير. وبعد قراءته لسيناريو المسلسل وافق على القيام بذلك، وقد دخل في عالم التمثيل لأول مرة في عام 2003، وقد مثل بدون أخذ لأي دروس أولية بالتمثيل، حيث اعترض عليه الكثير من الممثلين الكبار
الذين شاركوا بالمسلسل، ولكنه رغم جميع الانتقادات التي تعرض لها إلا أنه حقق نجاحات كبيرة، وقد عرض المسلسل في أكثر من 30 دولة، حيث ذكر في إحدى المقابلات أن شخصان هما غيروا حياته، أحدهما عثمان سيناف والآخر أسامة بن لادن. بسببه قرر عدم العودة إلى أمريكا، وبسبب عثمان دخل عالم التمثيل. وفي عام 2014 حصل خلاف بينه وبين أخيه راجي، وذلك بعد اتهام نجاتي لراجي بأنه لم يعد يهتم بمسلسل وادي الذئاب، الأمر الذي أغضب راجي، حيث قام بإرسال بلاغ لأخيه نجاتي بأن يخلي مكان الشركة. وعلى أساس هذا التبليغ بدأ الفنان نجاتي ششماز بالبحث عن مكان جديد لإتمام أعماله. عرف الفنان نجاتي ششماز بعلاقة مع النجمة التركية نور أوغلو الشهيرة ببسان في مسلسل العشق الممنوع، ولكنهما انفصلا. ثم فاجأ الفنان التركي نجاتي ششماز جمهوره في تركيا والعالم العربي بزواجه المفاجئ يوم 12 من ديسمبر عام 2012، وقد تزوج من السيدة نجيهان من مواليد 1992، وهي أحدى أقارب الفنان علي برهان متي الذي شارك بمسلسل وادي الذئاب بشخصية عاكف. وقد أنجب الفنان طفلين، الأول اسمه علي نادر وولد عام 2013، والثاني اسمه يوسف الأمير وولد عام 2017. ولكنه في هذا العام فاجأ الجميع بقيامه برفع دعوى الطلاق رسمية للانفصال عن زوجته نجيهان بعد مرور 7 سنوات على الزواج، محملا إياها مسؤولية فشل العلاقة الزوجية جراء تصرفاتها الخاطئة. وقد قدم أيضا التماسا بحظر سفر طفليه مع والدتهما خارج البلاد، وخاصة أن والدتهما تحمل الجنسية الألمانية. وقد أصدرت المحكمة حكمها بطلاقه من زوجته على أن يدفع لها تعويضا ماليا ونفقة لطفليه، وقد قدره القاضي ب10 ملايين ليرة تركية، أي ما يعادل أكثر من 2 مليون دولار. وبهذا يكون طلاق نجاتي ششماز هو الأعلى تكلفة في الوسط الفني التركي. ولكن محامي نجاتي ششماز قرر الطعن بالقرار بأمل التوصل إلى تكلفة مناسبة لصالح الفنان. وقد طلب الفنان نجاتي ششماز من المدعي العام في اسطنبول بإصدار أمر بحظر نشر الأخبار وتفاصيل طلاقهما من أجل الحفاظ على الصحة النفسية لطفليه. تعرض الفنان نجاتي ششماز إلى موجة اتهام عالمية، حيث تم اتهامه بالقيام بأدوار فيها القتل والدم أثناء تصوير فيلم وادي الذئاب العراق، ولم يتمكنوا من نشر صور وكواليس تصوير الفيلم بسبب هذا الاتهام. ومع ذلك استمر هذا العمل، وقد تم عرضه في عام 2006، حيث رد على هذا الاتهام قبل أن يتهمون بهذا الشيء الباطل، فلينظروا إلى أنفسهم ولأعمالهم التي يقدموها، نحن على الأقل ندافع عن قضيتنا. وفي عام 2007 تعرض لموجة اتهام أخرى من قبل مؤسسة الرقابة التركية، وذلك بسبب إنتاج سلسلة بعنوان وادي الذئاب الإرهاب، وقد تعرض للملاحقة القانونية، وذلك بسبب اتهامه أن السلسلة تحرض على الإرهاب، وقد تم إيقافها بالفعل ولم يعرض سوى حلقتين. وقد قرر تغيير اسم السلسلة من وادي الذئاب الإرهاب إلى وادي الذئاب الكمين، وقد تم عرضها في نفس العام واستمرت حتى عام 2016. وفي عام 2011 تعرض الممثل الكبير إلى تهديد مباشر من قبل إسرائيل، وذلك بسبب فيلم وادي الذئاب فلسطين الذي كشف وفضح جرائم إسرائيل بحق ما فعلته بسفينة مرمرة التي كانت تبحر من أجل كسر الحصار عن قطاع غزة. وقد أصر الممثل الكبير على عرض الفيلم رغم التحدي الكبير الذي واجهه، حيث حقق الفيلم نجاح كبير. وقد عارضت إسرائيل بشدة على عرض الفيلم، وحصلت أزمة سياسية بين تركيا وإسرائيل بسبب الفيلم. لم يشارك الفنان نجاتي ششماز في أي مسلسل سوى مسلسل وادي الذئاب، ولكنه ظهر كضيف شرف في مسلسل سفرة الخال إبراهيم في عام 2010 ومسلسل قانون الذئاب عام 2012، وكان أيضا منتج مسلسل الصندوق الأسود في عام 2015، وأيضا منتج في مسلسل المناوبة في عامنا الحالي، والذي توقف عند الحلقة 8 بسبب تدني نسبة المشاهدة. على الرغم من أن نجاتي ممثل، إلا أنه لديه عقل استثماري قوي، فهو يحول دخله كله للعقار،
حيث يمتلك 50 منزلا سكنيا، ومن بين أحد هذه المنازل يقدر ثمنها ب2,600,000 ليرة تركية. كما لديه أيضا سوبر ماركت كبير وغيرها من الأملاك، حيث يتمنى حلمان أن يتحققا. الأول هو أن يرزقه الله بطفلة، والآخر هو أن يجلس مع عائلته على سفرة واحدة.